المغرب مؤخرا كيعيش واحد الجفاف صعيب، وكاين كاع مدن تقطع عليهم الماء، وهذه واحد الحاجه ما مولفينش عليها المغاربه. ولكن هذه ماشي مشكله غير ديال المغرب، هذه مشكله ديال العالم كامل. ولكن الا رجعتي شويه للور غتلقاها مشكله البشريه. والبشر من ديما كيقلب منين غيجيب الماء، وديما كيشوف قدامه البحار، ومن ديما كنقلبوا على شي طريقه باش نستغلوا الماء د البحر اللي كيغطي 73% من الكره الارضيه. هذه المساله ديال تحليه ماء البحر ما بداتش من دابا، راه بدات الاف السنين من حضارات قديمه بحال المصريين القدام واليونانيين والرومان، وكانوا كيحاولوا بالعلم اللي كانوا واصلين ليه ديك الوقت. المصريين القدام مثلا كانوا كيشدوا الماء ديال البحر وكيسخنوه وكيشدوا داك البخار اللي كيطلع منه وكيكتفوه وكيقطروه، وهكا كيولي عندهم ماء مقطر، وهذا الماء صالح للشرب، وهذا الماء كيكون مزيان ولكن قليل. حتى الاغريق والرومان كانوا هما كيديروا نفس العمليه ولكن بطريقه مختلفه. ولكن اللي ناضين هما الاغريق اللي قادوا فلترات اللي كتفصل الملح على الماء، وهاد الفلترات كانوا كيقادوهم من بزاف ديال الطبقات، من بزاف ديال المواد بحال الحجر والرمله. ولكن التقنيات اللي كنخدموا دابا ما بانت حتى للقرن العشرين، واللي هما في المبدا دايرين بحال التقنيات اللي استخدموا الناس الاف السنين هذه، اللي هما جوج حوايج: كيسيباروا الماء والملحه بفلترات، ولا كيسخنوا الماء وكيقطروه. ولكن البشر طور هاد التقنيات ولاو فيهم بزاف ديال التفاصيل، ما بقاوش بساط كما كانوا شحال هذه. التقنيه الاولى كانت هي التقطير المتعدد المراحل، اللي كانوا كيشدوا الماء وكيسخنوه ولكن في شومبرات، كيفصلوا شومبر على شومبر باش ما يضيعوش الطاقه بزاف، وكيجمعوا البخار فاش كيتبخر الماء وكيقطروه وكيردوه ماء اللي صالح للاستعمال. اما التقنيه اللي منتشره حاليا واللي غنهضروا عليها اليوم هي تقنيه التناضح العكسي، بالونجلي ريفيرس اوزموسيس، اوزموسيس. المهم غنكتبها لتحت. غنحاول نشرح هذه العمليه ديال التناضح العكسي ببساطه. في الطبيعه الا شدينا الماء المالح والماء الحلو، نورمالمون الماء الحلو هو اللي غادي يمشي جهه الماء المالح باش يمشي يتميكسا معاه. اما في عمليه التناضح العكسي كنديروا العكس، كنشدوا الماء المالح من جهه والماء الحلو من جهه، وكنديروا وسطهم واحد الطبقه ولا واحد الغشاء، وكندفعوا الماء المالح بالجهد باش يمشي جهه الماء الحلو. وهذا الغشاء رقيق بزاف، ما كيخليش الجزيئات الكبار تدوز، كيخلي غير الجزيئات الصغار بحال الماء. كنحبسوا الميكروبات، كنحبسوا المعادن، واهم حاجه كنحبسوها هي الملح. دونك بهذه الطريقه كيولي عندنا الماء الحلو من جهه والماء المالح من الجهه الاخرى. وهذه التقنيه هي من اكثر التقنيات اللي حاليا فعاله اقتصاديا، ما كنخسروش فيها بزاف ديال الفلوس وكتعطينا كونتيتي كبيره. وهذه العمليه فيها واحد المخاطر، الا ما عرفناش نتصرفوا في داك الماء المالح اللي كيشيط لينا غنلقاو مشكل، حيت داك المالح ما خصوش يرجع للمحيط نيشان، حيت لا رجع للمحيط غيقتل بزاف ديال الحيوانات البحريه. وهذه العمليه كتاخذ بزاف ديال الطاقه، وهاد الطاقه على حسب انت باش نتجتيها. الا نتجتيها بالفحم الحجري غتعطي واحد الكميه كبيره ديال ثاني اكسيد الكربون اللي حتى هي غتاثر على الجو. داكشي علاش كيخص على الدول انها تقلب كيفاش تنتج هاد الطاقه هذه وبلا ما تضر البيئه. واحسن وسيله هي الطاقه المتجدده بحال الطاقه الشمسيه وبحال الطاقه ديال الرياح. وهذا الشيء راه ديجا عندنا في المغرب، وهذا الشيء اللي ناوي المغرب يديروا في المستقبل. وحاليا هذا الماء كيتقام على المغرب غالي، واخا مقارنه بالدول الاخرى كاين شويه ديال الاقتصاد، ولكن باقي غالي. كتقام علينا المتر المكعب تقريبا ب 4 دراهم فاصله 48، وهذا مبلغ غالي على المغاربه. والمتر المكعب هو 1000 اترو، دونك 1000 اترو غيتقام علينا تقريبا ب 5 دراهم، وهذا مبلغ غالي بزاف. ولكن ما كاينش بديل، حيت لما استثمرناش دابا في هذه المحطات ديال تحليه مياه البحر راه غنوقعوا في مشكله في المستقبل، وشي نهار الماء غيولي غلا من البترول. هذه القضيه ديال تحليه ماء البحر راه ديجا خدامين بها بزاف ديال الدول، وخصوصا الدول ديال الخليج العربي بحال السعوديه والامارات. في السعوديه مثلا 50% ديال الماء الصالح للشرب عندهم كيخرجوا بمحطات ديال تحليه ماء البحر. وتقريبا احسن دوله في هذا المجال هي اسرائيل، اللي تقريبا 80% ديال الماء الصالح للشرب عندهم كيخرجوا بهذه الطريقه هذه. ومادام ذكرنا هذه الدوله هذه ما نساوش نقولوا الحريه لخوتنا في فلسطين ولاي واحد مظلوم في هذا العالم هذا. ندوزو دابا لبلادنا اللي بدات تحليه ماء البحر في السبعينات، ومع الوقت غاديين كنتطوروا في هذا المجال. وفي افريقيا اليوم المغرب من احسن الدول اللي كتنتج الماء عن طريق تحليه ماء البحر. والمحطات الكبار اللي كاينين في المغرب هما كاينين 3، وبثلاثه في المناطق الجنوبيه. كاينه دابا المحطه ديال اكادير اللي كتنتج 270 الف كيلومتر مكعب في النهار، وهي من الاكبر في افريقيا. وكاينه محطه اخرى في العيون ومحطه اخرى في الداخله. ولكن واخا هادشي كامل المغرب تقريبا يلاه كينتج 3%. واخا 3% كتبان قليله، ولكن بالنسبه لسكان الجنوب راها بزاف، حيت الجنوب ناشفه عنده القضيه بزاف، وانا من سكان الجنوب وعارف القضيه كي دايره. بالنسبه لخطط المغرب في المستقبل في هذا المجال فراه كاين ميدار، كاينه واحد المحطه جديده في كازا اللي غتكون هي الاكبر في افريقيا،
والخطه اللي كاينه دابا هي من هنا 2030 المغرب يولي ينتج 1.4 مليار متر مكعب في النهار، واللي من المتوقع تكون 20% تقريبا من استهلاك المغاربه ديال الماء في الارض غادي كينقص، وبنادم غادي كيكثر. واللي ما بديش من دابا الاستثمار في هذا المجال راه في المستقبل غتلقى مشاكل كبيره. وهذا المستقبل ما غنكونوش فيه حنا، ولكن غيكونوا فيه وليداتنا اللي ما يلقاوش باش يزرعوا، ما يلقاوش باش ياكلوا، ما يلقاوش باش يشربوا. داكشي علاش الدول كتقلب على حلول اللي تامن بها الماء دابا والمن بعد. هادشي اللي كاين، وكنتمنى تكون استفدتي من هذه الحلقه شي حاجه، ودير شي جيم معاك وسبسكرايب وكومونتير ولعيبات، ونتشافوا في حلقه اخرى.